لئن كانت الأزمات والحروب تحمل الأحزان والمآسي في مجملها، إلا أنها تكاد لا تخلو من طرافة ولو في جانب بسيط من جوانبها. حرب العراق مثلا، وزير الإعلام وقتها محمد الصحاف هو من تكفل وحده بإضفاء الطرافة على تلك الحرب، سواء بتصريحاته وتعليقاته أو استخدامه لمفردات لم تكن معروفة على المستوى العام آنذاك. العلوج مثلا، أنه بدأت علوجهم تنتحر بالمئات على أسوار بغداد. أزمة مصر أيضا لم تكن بمعزل عن هذه الحالة، فاللافتات التي استخدمها المحتجون كانت مليئة بروح النكتة التي طوعها المتظاهرون لتعبر عن مواقفهم. ليبيا التي تضج هذه الأيام باحتجاجات ومظاهرات تطورت إلى اشتباكات نارية حملت للمتابعين نوعا آخر من الطرافة، كان مصدره هذه المرة الإعلام، عبر خروج إحدى المذيعات الليبيات كل ليلة في برنامج مباشر لتعطي المشاهد ما رآه البعض جرعة كوميديا، بدأتها بفتوى تحرم فيها تبني مجلس الأمن لقرار الحظر الجوي على ليبيا بحجة أن التبني محرم في الإسلام. من المعروف أن التبني قد يكون جائز قانونيا، ولكنه من الناحية الشرعية والدينية يظل موضوع محرم، أو يعني وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوجد العديد من الدلائل في شريعتنا الإسلامية تؤكد بحرمة التبني. وأعتقد أن تبني هذا القرار هو يعني يعتبر محرم ولو ضمنيا. هالة المصراتي المذيعة في القناة الليبية لها موقف من كل شيء، ومع اختلاف المواقف إلا أن تأييدها لنظام القذافي يبقى هو القاسم المشترك بينها، حتى وصلت بها الحال إلى تبرير القرارات التي يتخذها النظام ولو كان تبريرا مخالفا للمنطق. منع المصلين من أداء صلاة الفجر مثلا، زي ما قلنا الدولة لما تقول لك ما تصليش فجر ولا صبح، لا لشيء إلا لأن في أسباب، في أشياء مش من فراغ، بدليل إن احنا كل الناس توا تصلي في الفجر. أنت ليش تمشي تطلع تصلي الفجر؟ إلا لأنك أنت عندك ميول لشيء معين، الدولة من حقها تحقق مع كل واحد. المصراتي لم تقف عند حد ممارسة الدور الإعلامي، بل تعدت ذلك لتتقمص شخصية المحققة الأمنية عن طريق استجوابها إحدى الإعلاميات التي قبضت عليها قوات القذافي بتهمة إمداد الثوار والإعلام بالمعلومات. تعرف على ليبيا؟ أنا عشت فيها عمري كله. تعرف على ليبيا، مش إنك أنت عشت في ليبيا معناها تعرف ليبيا وتعرف الليبيين. تعرف على ليبيا أكثر من إنك أنت تجيدي التحدث بلهجة الشرق ولهجة الغرب. شو تعرف على ليبيا؟ بنعرف عليها هلبة. زي شنو؟ احكي لنا. زي أي مواطن ليبي يعرف على ليبيا. في عندنا حتى مواطنين ليبيين ما يعرفوش ليبيا. أنت احكي لنا على ليبيا. عدنان السوادي، العربية. ليبيا